طيب يا شباب عندنا هنا 2 س زائد ص تساوي 5 و5 س ناقص ص تساوي 9. خذينا معادلة المقادير، خذينا طريقة التعويض، تو بناخذ شيء طريقة الحل، نكونوا كملناها. باهي. أول شيء يا شباب 2 س زائد ص تساوي 5، وعندي 5 س ناقص ص تساوي 9. طبعا حنحل بطريقتين يا شباب، نحله بالطريقة العادية ونحله بايش؟ بالآلة الحاسبة، كيف ما درنا بايش؟ طريقة التعويض المهني، طريقة معادلة المقادير. عندي 2 س زائد ص تساوي 5 و5 س ناقص ص تساوي 9. هنا عندي موجب ص وهنا سالب ص، حيمشوا مع بعض صح ولا مش صح؟ صح. تمام. طيب عندي هنا 2 س و5 س و5 و9، حنجمع المعادلتين، معناها حنقول 2 س زائد 5 س حتبقى كم؟ 7 س تساوي 5 زائد 9 14. حيبقى عندي 7 س تساوي كم؟ 14. انا نبي س بروحها شباب، شو ندير؟ حنقسم على شنو؟ على معاملها للطرفين، معناها انا معامله س كم يا جبرين؟ 7. حتمشي على السبعة، معناها س شو تساوي؟ 14 من 7 2. هيك انا طلعت قيمة السين صح؟ تعال نعوض يا في الأولى يا في الثانية باش نطلع شنو؟ قيمة الصاد، معناها حنقول 2 مضروبة بكم؟ في 2 زائد الصاد تساوي 5. طبعا المعادلة حنكتبها لك 2 س زائد صاد تساوي 5، هذه اللي بنعوض فيها. طيب 2 مضروبة في قيمة السين اللي هي كم؟ ب2، هي طلعتها قبل شوية. 2 ضرب 2 4. هي القيمة هذه يا شباب اللي طلعتها قبل شوي نعوضها. تمام، معناها 2 ضرب 2 4 زائد صاد تساوي 5. انقل هنا بعكس الإشارة، حتبقى صاد تساوي 5 ناقص 4 صاد يساوي أيوه موجب 1. تمام 100%. صاد كم تساوي؟ 1. تساوي 1. معناها 5 ناقص 4 بكم؟ 1. هيك طلعت قيمتين، طلعت 2 طلعت كم؟ الواحد. باهي. تعال تو يا شباب شو ندير؟ تعال تو بالآلة حاسبة. باهي. هذا بالنسبة لحاجة ثانية. الآلة حاسبة حنقول أول شيء مود. تمام 5 حنديروا هنا 1. ضبط الإعداد في الآلة يا شباب لازم تكون المعادلة بالطريقة هذه، لازم تكون س زائد الصاد تساوي القيمة، أو س ناقص الصاد تساوي القيمة، يعني لازم يكون الترتيب بالطريقة هذه. نشوف المعادلة بتاعي مرتبة بالطريقة هذه، أوكي س وس صاد وصاد يساوي بعدين الرقم، معناها الترتيب بتاعي كويس. صح. في الأولى حتى في الثانية اللي مش مرتبة رتبوها. باهي. تمام تعال نطبق. هاي عندي الأولى كم؟ 2 يساوي معامل الصاد شنو؟ 1 موجب، دير 1 دير يساوي. بعدين عندي 5 يساوي. بعدين عندي هنا يا شباب شنو ثاني؟ 5 يساوي. بعدين عندي سالب صاد اللي هي كم؟ سالب 1 يساوي. بعدين عندي 9 يساوي. طلعت الاكس بكم؟ ب2 اللي هي السين، والواي دير يساوي اخرى طلعت ب1. معناها الحل صحيح 100%. نبي نسفرها نديروا هنا شيفت 9 3 يساوي. طبعا هيك يكون كملت يا شباب والحل واضح ودقيق ولا لا؟ شباب عندنا اي مشكله فيه؟ هيك نحن سوا كملنا طريقه الحاسب، خلينا بالآلة حاسبه، فهمنا طريقه الآلة حاسبه. اي حد عنده اي اشكاليه يا شباب؟ لا يتهشم. هيك تو امورنا 100%. هيك تو نعطيك الآلة حاسبه ونقول لك تفضل هذا الامتحان قدامك على طول تحل بالآلة حاسبه. ما تبيش الآلة حاسبه عندك في دماغك وفهمت الطريقه، اي حاجه تبيها تواصل معي ان شاء الله ما نقصرش معكم. الناس تتبع فينا، اي حد يبي شروحات من الباب الاول للباب التاسع، يبي سنوات سابقه يبي شرح بالآلة حاسبه، موجود الباب الرابع، موجود الباب الاول، موجود حتى الباب الخامس باذن الله تعالى، كلها بالآلة حاسبه ما نقصرش معكم، سواء الشهاده الاعداديه ولا اولى ثانوي. اي حد يبي شيء يتواصل معي ان شاء الله ما نقصرش معكم. باهي، الله يوفقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.